ما سألتش نفسك ليه النصر يدفع 200 مليون يورو في كريستيانو رونالدو وفي لاعب في عمر ال37 يستحق يدفع فيه 200 مليون يورو؟ النصر ما وقعش مع رونالدو كلاعب كرة قدم بس، النصر وقع مع رونالدو كسفير عالمي، لأنه هو الأكثر متابعة في العالم على الانستجرام ب 526 مليون متابع، وعلى الفيسبوك ب 158 مليون متابع. رونالدو في المنشور الواحد على الانستجرام بياخد 2.4 مليون يورو، زائد ان هو الاعلى بحثا على جوجل في التاريخ بمعدل 100 مليون بحث سنويا في اخر 10 سنوات. يوفنتوس لما باعت تيشيرتات رونالدو 2018 جاب لهم في يوم واحد بس 63 مليون يورو، زائد انه خسر شركة كوكاكولا 4 مليار دولار في يورو 21 لمجرد انه شال ازازتين كوكاكولا من قدامه بس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال والمجر. السعودية هنا بقى عايزة تستغل رونالدو في حاجات كتير، زي سفير لتنظيم كأس العالم 2030 والسياحة والمشاريع اللي السعودية عاوزة تعملها والبنية التحتية كمان. حساب نادي النصر على الانستجرام قبل كريستيانو 800 ألف متابع، بعد كريستيانو بقى 9 مليون متابع، ليكون أول نادي عربي يوصل للرقم ده. في حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك اتباعت 130 ألف تذكرة في 8 ساعات بس، زائد ال 3 مليار مشاهد اللي شافوا الحدث ده، وقمصانه اللي اتباعت في 5 أيام بس جابت 90 مليون دولار. ليه العالم كله شايفين ان انتقال رونالدو للنصر ضيع مسيرته الكروية كلها؟ الناس من كتر حبها لرونالدو وانه شايفينه احسن لاعب في التاريخ كمان قدوة ليهم عاوزينه ينهي مسيرته الكروية في التوب فور، بس مش ده السبب الرئيسي. السبب هو وجود لاعب اسمه ميسي. عشاق الدون شايفين ان انتقال رونالدو للنصر هيحسم المقارنة بينهم، خصوصا ان ميسي خد كاس العالم في الوقت اللي رونالدو راح فيه النصر. بس مين عارف، يمكن ميسي يروح الهلال السعودي ونشوف منافسة بينهم تاني بس على أراضي سعودية.